اهلا وسهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل مع بعض جاكيت اطفال، بناتي لعمر 3 سنين ونص كده تقريبا او 4 سنين. طبعا الشغل بتاعنا النهارده هيكون معتمد على قطعة للطفل بتاعنا. دي اللي هنبني عليها الشغل بتاعنا. طبعا بنفس الطريقة نقدر نعمل لأي عمر وأي حد احنا حابين نعمله قطعة او جاكيت جديد، سواء بقى حد كبير او صغير او طفل او بيبي معانا قطعة الهدوم بتاعته نقدر نشتغل عليها الجاكيت بتاعنا. طبعا انا هعمله بناتي، فاللون ده انا شايفة ان هو مناسب قوي للبنات. طبعا خليني اوريكم الدرجة بتاعته. هو دي الدرجة بتاعته. لو حابين تعملوا سكرين للرقم، تمام. طبعا هيمالايا غني عن التعريف. هيمالايا افريداي بيبي لوكس. طبعا زي ما انتم شايفين كده، مش يعني مش بيوبر، مش بيطلع لون، مش مع الاستخدام بتلاقيه زي نحل كده او حاجة. لا، بيكون الجودة بتاعته مستمرة حتى لو لبستيه او استخدمتيه 100 مرة. طبعا اللون تقدري تتحكمي فيه، سواء بناتي او ولادي او شباب او انسات. اللون ده حاجة بتاعتك. زي ما اتفقنا المقاس هنشتغل عليه ازاي. طبعا الابرة مقاس 4. دي هتكون الابرة المفضلة لينا في الجاكيت بتاعنا. هيكون معانا كمان المازورة علشان اقول لكم انا هعمل عدد من السلاسل قد ايه او الخطوات اللي هتتم. وطبعا المقص الحلو بتاعنا ده الاساسي بتاعنا. انا هنا جايبة الخيط يعتبر بالزيادة. هو حلو ان انا جايبة بالزيادة. ليه بقى؟ علشان وانا شغالة ما كنتش شغالة متوترة كده او حاسة ان الخيط ممكن، طيب هيجي في السطر الاخير ينقص معايا ولا مش هينقص، طب هكمل، طب ادخل لون جديد، طب اعمل ايه. فلا، انا حليت الموضوع ده ان انا اجيب خيط زيادة، ممكن بعد كده اشتغل بيه حاجة جديدة او حاجة قطعة صغيرة. بس مش يعني الخيط مش هيتلف معايا او مش هيترمي. هو كل حاجة الحمد لله يعني هيكون ليها استخدام، وهيكون ليها مشروع او حاجة هنشتغلها بيه. انا هنا معايا 500 جرام لان الشلة الواحدة 100 جرام. طبعا عدد الامتار بتاعتها 250 متر. حابة تستخدمي نفس النوع ده، هو طبعا بقى غالي. حابة تستخدميه تمام، حابة تستخدمي حاجة في الكواليتي اقل بس يديكي نتيجة كويسة، دي بقى حاجة بترجعلك انتي وشطارتك فيها. نبدأ بسم الله، نجيب القطعة بتاعتنا اللي هنشتغل عليها ونشوف ايه اللي هيتم في الجاكيت بتاعنا. اول حاجة احنا عندنا القطعة اهي. هنبدأ نشتغل من هنا. ده هيكون كله عدد من السلاسل حسب بقى العرض بتاع البيجامة بتاعتك او التيشيرت او القطعة اللي انت بتشتغلي عليها. ده كله هيكون عدد من السلاسل. حسب السلاسل اللي هتطلع هنبدأ نشتغل عليها. طبعا شغلنا مش مرتبط بعدد معين من السلاسل او معتمد بعدد معين من السطور، لا ده هيبقى حسب القطعة اللي انت بتشتغليها. هعمل عدد من السلاسل ونرجع سوا نشوف السطر التاني هيكون ازاي. كده انا عملت حوالي 70 سلسلة على قد العرض بتاع البيجامة بتاعي. وطبعا الخيط بيموت شوية، مفيش مشكلة لان طبعا الهدوم الشتوي بتكون احلى حاجة فيها ان المقاس يكون كبير شوية. فبتلاقي ان انتي بتكبري او الطفل بيكبر ولسه الحاجة فيها يعني مقاس ان هو حتى لو تخن او هيلبس تقيل، بتبقى الحاجة على القد وزيادة. الخطوة بعد كده اللي هنبدأ نعملها علشان نبدأ السطر الأول هنرتفع 2 سلسلة. ادي 1 2. هلف الخيط على الإبرة
شايفة السلاسل؟ في حلقة بتكون خلفية هنا في ظهر الشغل بتاعنا، دي اللي متعودين بنعملها واحنا شغالين في الكوفيات. لو تفتكروا هترجعوا لفيديوهات الكوفيات هتلاقوا ان انا شغالة بالطريقة دي. هنا في حلقة خلفية اهي، تضغطي كده عليها او تمشي بايدك هتلاقيها بارزة معاكي، تقدري ان انتي يعني تشوفيها وتحسيها بايدك كده، هتلاقيها بارزة كمان. انا هلف الخيط على الابرة بعد ما عملت سلسلتين زيادة عن العدد بتاعي اللي انا عملته، وهعد 1 2 3. وفي السلسلة رقم 4 بس في الحلقة الخلفية هنا بالشكل ده هعمل عمود بلفة. ألف الخيط على الإبرة، وفي اللي وراها في الحلقة الخلفية برضو هعمل عمود بلفة، واللي وراها عمود بلفة. هتفضلي ماشية السطر الأول بالشكل ده كله عمود بلفة في الحلقة الخلفية. أنا هشتغل في آخر غرزة في السطر الأول اللي هي دي، طبعا اوعي تنسيها. تمام، وهعمل عمود بلفة بالشكل ده كده. السطر الأول انتهى معايا. الخطوة بعد كده اللي هعملها هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي عمود بلفة اشتغلته، هعمل غرزة حشو بالشكل ده فوق كل عمود. هفضل شغالة لنهاية السلسلة بتاعتي، هعمل غرزة حشو بالشكل ده. تفضلي ماشية كده لنهاية عدد السلاسل بتاعتك. فوق كل غرزة تعملي غرزة حشو بالشكل ده. هكمل لنهاية السطر وارجعلك تاني نقفل السطر مع بعض. كده وصلت لنهاية السطر، بس انا هوريكم اخر غرزة هعملها ازاي. طبعا الثلاث سلاسل ارتفاع اللي انا كنت عاملاهم اللي هما اعتبرتهم اول عمود، هشتغل هنا في السلسلة رقم 3 غرزة حشو عشان السطر بتاعي يكون مقفول مظبوط، وهلف الشغل بالشكل ده. تمام، وفي اول غرزة حشو هشتغل غرزة حشو وسلسلة، وهعتبر ان ده اول عمود. والغرزة اللي وراها هعمل عمود بلفة، واللي وراها عمود بلفة. سطر هيكون عمود بلفة وسطر هيكون حشو، والسطر اللي هبتديه تكون بدايته عواميد بلفة هعمل فيه غرزة حشو وسلسلة ارتفاع، وهكمل في باقي الغرز اعمل عواميد بلفة بالشكل ده كده. اكمل لنهاية السطر بتاعي بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين الغرزة. اكمل لنهاية السطر على عدد الغرز كلهم وارجعلك تاني. كده وصلت للسطر نهاية السطر رقم 3، وكنت شغالة عواميد بلفة. عندي هنا بداية السطر اللي انا كنت شغالاه الرقم 3 كان في عندي الحشو، غرزة الحشو ومعاها سلسلة الارتفاع. فهدخل كده تحت السلسلة دي هشتغل عمود بلفة عادي خالص عشان اقدر اقفل السطر بتاعي والغرز تكون مظبوطة بالشكل ده. الخطوة بعد كده اللي هعملها برتفع سلسلة وبلف الشغل بتاعي، وفوق كل غرزة بشتغل غرزة حشو. ده هيكون اساس الشغل بتاعي، سطر بعمله حشو والسطر اللي بعديه بعمله في نهاية سطر الحشو بعمل غرزة حشو في اخر واحدة وسلسلة ارتفاع بعتبرهم عمود، وبكمل باقي السطر عواميد.
اجي على اخر السطر بتاع العواميد بعمل سلسلة ارتفاع وبكمل حشو، واحد حشو واحد عواميد بلفة. هكمل للطول المناسب على حسب القطعة اللي معايا، وهرجع لكم تاني اقول لكم انا عملت كام سطر، وهنبدأ نكمل باقي القطع التانية بتاعة الجاكيت بتاعنا. ورجعت لكم تاني بعد القطعة اللي اشتغلناها مع بعض. دي قطعة الظهر اشتغلناها كلها مربع واحد، طبعا حسب المقاس، طبعا وريتكم احنا هنقاسها ازاي. بعد كده هاخد سلسلة واسحب الخيط كله. طبعا لو انتي الخيط بتاعك بكرة كاملة لسه فيها كتير تقدري تقصي حتة بسيطة. انا كده خلاص ابدأ اقص بقى حتة كده من الخيط بتاعي علشان هبدأ انضفها واخدها تحت الشغل بتاعي. عندي ابرة الكنفة، لو مش متاح عندك ابرة الكنفة دي تقدري تستخدمي ابرة التنظيف او ابرة التشطيب، بس ابرة الكنفة مناسبة للخيط اللي احنا شغالين بيه الهيمالايا، لانه السمك بتاعه مش تخين، فبالتالي مش محتاج ابرة تكون كبيرة. بالشكل ده كده ابدأ امشي في ظهر الخيط بتاعي علشان اتأكد ان كل حاجة تكون مظبوطة وما يفكش معايا تحت اي ظرف من الظروف، وبرضو يكون نظافة للشغل بتاعي، ما يقللش من قيمة القطعة اللي انا شغالة فيها. هتأكد بس ان هو ماشي كويس تحت الخيط، واي زيادة بعد ما تتأكدي تقدري تقصيها بالمقص عادي بالشكل ده كده. تمام، ونفس الكلام هعمله في القطعة من هنا. انضف الشغل بتاعي كده، نضفت الشغل بتاعي. دي الجزئية اللي هتبان للجاكيت بتاعي من بره. وبعد كده اللي هعملها هنبدأ بقى نعمل المرد. هنعمله ازاي؟ انا عندي هنا كنت بادئه السطور بتاعتي، بداية السلاسل بتاعتي بتاعت اللي هرتفع عليها كانت حوالي 70 سلسلة. تمام، بدأت اشتغل فوق كل سلسلة غرزة من عمود بلفة، وفوق العمود بلفة غرزة حشو في كل فوق كل غرزة عمود بلفة. فالمفروض دلوقتي انا هعمل المرد على جزئين. طيب هعمله على جزئين ازاي؟ هقسم السطور بتاعتي. طيب هقسمه هنا، هقسم 70 على الاتنين ولا هعمل ايه؟ انا هسحب 10 سنتي لان الجاكيت ده ليه عمر اطفال، فكفاية 10 سنتي كويسين. فهعمل ايه؟ هقسم من هنا وهنا، هاخد الجزئية دي تبقى 30 سنتي والجزئية دي 30 سنتي. دي الجزئية اللي انا هشتغلها علشان ابدأ اعمل بيها زي ما اتفقنا المرد من الناحيتين، مرد يمين ومرد شمال. طبعا احنا الجاكيت بتاعنا بنشتغل كل قطعة لوحدها وهنبدأ نشبكهم مع بعض في النهاية. هنا هعمل الجزئية دي 30 سنتي والجزئية دي 30 سنتي، فبدايتي مش 30 سنتي عفوا، هتبقى 30 غرزة او 30 سلسلة بمعنى اصح. هنعمل كده السلاسل بتاعتنا نفس الشغل اللي كنا اشتغلناه مع بعض. هنعمل عقدة بداية، وبعد عقدة البداية هنبدأ نعمل عدد من السلاسل 30 سلسلة.
عملت 30 سلسلة بالشكل ده. هبدأ ارتفع 2 سلسلة، 1 2، الف الخيط على الابرة واعد 1 2 3 4 في الغرزة الرابعة، بس الحلقة الخلفية هشتغل عمود بلفة، الف الخيط على الابرة وادخل برضو في الحلقة الخلفية للسلسلة اللي عليها الدور، نفس الشغل اللي اشتغلناه في القطعة دي بالظبط هو اللي هنعمله هنا، بس همشي معاكو كام سطر ده وسطر تاني اوريكو برضو، نراجع مع بعض الخطوات علشان تقدروا تنفذوا معايا الخطوات بالشكل ده. وافضل مكملة لاخر السطر، بشتغل فوق كل سلسلة في الحلقة الخلفية عمود بلفة. كده فاضلي غرزة واخلص السطر بتاعي. الف الخيط على الابرة، الغرزة دي اوعي تنسيها، هتشتغلي في الحلقة الخلفية كده، تمام، وتعملي عمود بلفة عادي خالص. كده خلصنا السطر بتاعنا، مكون من 30 سلسلة، وفوق ال30 سلسلة اشتغلنا سلسلتين زيادة، وفوق كل سلسلة اشتغلنا في الحلقة الخلفية عمود بلفة. بعد كده وصلنا لنهاية السطر، هاخد سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وفوق كل عمود هشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده لنهاية السطر بتاعي. نفس الغرزة هي ونفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها ظهر الجاكيت، اللي عبارة عن مربع حسب الطول بتاع الشخص اللي احنا بنشتغله، لان احنا كنا شغالين اساس الجاكيت بتاعنا ان احنا بنشتغل على قطعة من الملابس، تيشيرت مثلا او جاكيت قديم لشخص اللي احنا بنشتغله، ايا كان بقى عمره ايه، بس نفس الخطوات بنقدر نمشيها وبنفس الغرزة دي. افضل ماشية لنهاية السطر، فوق كل غرزة عمود بلفة اشتغل غرزة حشو، اكمل وارجع لكم تاني. تمام كده، اخر غرزة في السطر بتاعي بدخل كده تحت السلسلتين دول وبعمل غرزة حشو، تمام. بعد كده بلف الشغل بتاعي وباجي في اول غرزة اللي انا عملت، يعني كانت اخر واحدة في السطر ده، هدخل فيها كده اعمل غرزة حشو، سلسلة، الف الخيط على الابرة، اروح على الغرزة اللي عليها الدور، هعمل عمود بلفة، الف الخيط على الابرة واللي وراها عمود بلفة، وافضل شغالة كده لنهاية السطر. والسطرين اللي فاتوا هكررهم مرة تانية لغاية اما اوصل للطول المناسب بتاعي اللي هبدأ اعمل بيه المرد بتاعي علشان يكون جاهز معايا. هعمله يكون 30 سنتي. هوصل كده، انا مقسمة حاطة الماركرز بتاعتي هنا اهو، واحدة هنا وواحدة هنا. انا عايزة ابدأ السبعة بتاعتي من السطر ده، يبقى فاضل لي 5 بس، 5 سطور، وابدأ اعمل بيهم الفي بتاعتي او السبعة بتاعت المرد بتاعي. كده انا اشتغلت 22 سطر في المرد بتاعي. طبعا هبدأ اسويه مع القطعة بتاعت الظهر بتاعتي،
بحطهم كده الاتنين على بعض. كده اشتغلت 22 سطر عند الماركرز ده والتاني اللي انا معلماه، واشتغلت كمان السطر رقم 23 في فوق كل غرزة اشتغلت عمود بلفة. بعد كده هعمل ايه؟ هاجي كده قبل السطر بتاعي بغرزتين هبدأ اعمل التناقص بتاعي. الف الخيط على الابرة، هدخل في الفراغ ده اللي هي السلسلة اللي عليها الدور، اسحب الخيط، بقى معايا 3 لفات، الف الخيط على الابرة، اطلع من 2 واقف على كده. تمام. الف الخيط على الابرة، ادخل في الفراغ اللي عليه الدور اخر سلسلة، معايا 4 لفات، الف الخيط على الابرة، اطلع من اول 2، بقى معايا 3 لفات، الف الخيط على الابرة، اطلع من ال3 كلهم. وده اول سطر تناقص معايا. بعد كده هرتفع سلسلة، والسطر بتاع الحشو بتاعي هشتغله عادي خالص. تمام، زي ما بشتغل عادي هشتغل حشو بالشكل ده. هكمل لنهاية السطر عادي، وهبدأ كمان السطر الجديد اللي عبارة عن سلاسل غرز عواميد بلفة، هشتغله عادي خالص. وهاجي عند اخر 2 هيكون هو ده اللي فيه التناقص، هفضل ماشية بنفس الطريقة. اخر السطر بتاع العواميد بلفة هو ده اللي هيكون فيه التناقص، لكن باقي السطور ماشية فيها شغل عادي خالص بالشكل ده. كده قربنا نخلص سطر الحشو. كده خلصت السطر بتاعي. بعد كده هلف الشغل، هاجي على الغرزة دي هعمل فيها حشو سلسلة، الف الخيط على الابرة، وهكمل شغل عادي خالص. فوق كل غرزة حشو هشتغل عمود بلفة، وهاجي عند اخر غرزتين هعمل فيهم تناقص. هفضل ماشية كده لنهاية السطر بتاعي، فوق كل غرزة حشو عمود بلفة، وهسيب اخر غرزتين هعمل فيهم التناقص بتاعي. هكمل وارجع لكم تاني. وصلت كده لاخر غرزتين، الف الخيط على الابرة، ادخل في اللفة اللي قبل الاخيرة، اطلع من اول 2، الف الخيط على الابرة، ادخل في اخر غرزة حشو هشتغل فوقيها عمود بلفة، كده بقى معايا ال3 لفات. نظبط بس الخيط بتاعنا. اطلع من اول 2 معايا 3 لفات، الف الخيط، اطلع من ال3 كلهم، اعمل سلسلة ارتفاع، وهلف الشغل بتاعي. هشتغل فوق الغرزة دي غرزة حشو، واللي وراها حشو، وافضل ماشية بنفس الطريقة. بصينا كده هنلاقي ان بدأ يبقى فيه حرف في اهو يتكون معايا، هيعمل الفي ده للرقبة. هكمل بنفس الطريقة عدد السطور اللي باقية 1 2 3 4 5. انا هكمل ال5 سطور دول وهرجع لكم اوريكم بقى عامل ازاي. وهنبدأ كمان نشتغل بنفس الطريقة الناحية الشمال، وهوريكم التناقص هيكون موجود ازاي في المرد الشمال. ده اخر سطر هشتغله معاكم، هيكون ده اخر سطر في المرد بتاعي، وكمان ظبطت التناقص بتاعه. هدخل هنا في الغرزة قبل الاخيرة، الاول هلف الخيط على الابرة،
ادخل كده اسحب الخيط من اللفتين، يبقى معايا لفتين على الابرة، الف الخيط على الابرة، هدخل في اخر غرزة يبقى معايا 4 لفات، الف الخيط واطلع من اول لفتين يبقى معايا 3 لفات، الف الخيط اطلع من التلاتة. كده خلصت المرد بتاعي. هعمل سلسلة واقص الخيط كده، وكمان هسحب الخيط كده، وهبدأ انضف الخيط ده ورا الشغل بتاعي. طبعا انا هنضفه بنفس الطريقة اللي وريتها لكم من شوية. 22 سطر، طبعا ال 22 سطر شاملين سطر العواميد وسطر كمان الحشو. هنا المرة اللي فاتت كانت بدايتي من السطر رقم 23 اللي هو عواميد بلفة، بس كانت في اخر غرزتين. هنا المرة دي هيكون العكس علشان انا بعمل المرد الناحية اللي هي الشمال من هنا، فهيكون الزاوية بتاعتي او بداية السبعة او الفي بتاعتي هيكون بدايتها من السطر ده من هنا. هنشتغل التناقص في اول غرزتين. هنا انا خلصت سطر الحشو بتاعي. الخطوة بعد كده اللي بعملها هنبدأ نشتغل تناقص. انا بخلص سطر الحشو كده وبقوم لفة الشغل بتاعي وبعمل غرزة حشو والسلسلة علشان بعتبر ان ده اول عمود في السطر بتاعي. بعد كده هلف الخيط على الابرة، واول فراغ هيقابلني هدخل كده اسحب الخيط من اللفتين، يبقى معايا لفتين، الف الخيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي عليها الدور، يبقى معايا 4، الف الخيط اطلع من اول 2 يتبقى معايا التلاتة، الف الخيط اطلع من التلاتة كلهم. دي اول غرزة تناقص اتعملت معايا. بعد كده همشي باقي السطر عادي خالص، هشتغل فوق كل غرزة حشو عمود بلفة لنهاية السطر بتاعي، وهرتفع كمان السطر بتاع الحشو اللي انا بشتغله عادي خالص بدون اي تناقص او تزايد. بالشكل ده كده افضل ماشية، هشتغل السطر ده للنهاية واعمل كمان سطر الحشو، وارجع لكم في بداية السطر الجديد اللي عبارة عن غرز عواميد بلفة، ونعمل التناقص بتاع السطر الجديد. خلصت السطر الحشو كمان. بعد كده هبدأ السطر الجديد اللي عبارة عن برضو في بدايته هيكون التناقص. ألف الشغل بتاعي في أول غرزة، هدخل كده أعمل غرزة حشو والسلسلة، وده أول عمود، ألف الخيط على الإبرة، أدخل في أول فراغ عمود بلفة، أسيب لفتين على الإبرة، اطلع من اول لفتين بقى معايا 3 لفات، الف الخيط اطلع من التلاتة كلهم واكمل باقي السطر بتاعي غرز عواميد بلفة بالشكل ده. اوريكم التناقص بقى شكله عامل ازاي بالشكل ده كده. طبعا انا من بعد الماركر دي هشتغل 5 سطور، كل سطر هتكون بداية التناقص بتاعته من اللفة دي علشان ده المرد بتاع الناحية الشمال. هكمل ال5 سطور بتوعي بنفس الطريقة، دايما هعمل التناقص في اول غرزتين بالشكل ده اللي انا وريتهولكم. هكمل وهوريكم بعد كده المرد اليمين والشمال شكله بقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده انا خلاص خلصت المرد الشمال. طبعا لو تلاحظوا بدأ من هنا يكون في الزاوية بتاعة الفي بتاعتي، ده المرد الشمال. اوريكم كمان الجاكيت زي ما انتم شايفين كده. طبعا هتقولولي في فرق بين الاتنين مرد دول، هقول لكم هنظبطهم، هنعمل اطار مع بعض علشان اوريكم ازاي يكون مظبوط معانا.
انا كده خلاص هبدأ اشتغل في الاكمام بتاعت او الكمام بتاعت الجاكيت بتاعي. زي ما انتم شايفين كده الزوايتين مظبوطين، عدد السطور 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، هي الغرزة وهي المقاسات وكل حاجة. هنبدأ نشتغل الكمام مع بعض، هنبدأ نشوف هنمشيها ازاي بالظبط. هنا زي ما انتم شايفين انا خلاص بدأت احدد مقاس الكم بتاعي. بدأت اعلمه بالماركر كده زي ما انتم شايفين. طبعا لو انتوا حابين ان انتوا تزودوا اكتر من كده او تنقصوا حسب، لو انتوا شغالين على قطعة معاكوا قطعة بتشتغلوا عليها، او حسب ما انتوا مثلا واخدين المقاس بتاعكم. طبعا هنا انا علمت من الناحيتين كده زي ما انتوا شايفين مقاس الكم بتاعي، وهنا برضو انا كنت معلمة مقاس الصدر بتاعي او الفتحة بتاعة المرد زي ما انتوا شايفين كده، هي هنا اهي. تمام. الخطوة التانية اللي هعملها هشيل بس كده دي اشرح لكم انا عندي هنا كام سنتي. عندي خلينا هنقول 19 او هنقول كمان 20. تمام. 20 من الامام و20 من الخلف، يعني عدد الغرز بتاعي هيكون 40 علشان اعمل حساب كمان للكم من ورا ومن قدام بمقاس الدوران بمعنى اصح. زي ما انتم شايفين كده عدد الغرز بتاعتي او عدد السلاسل. عندي هنا كام سطر من العواميد، ببدأ اعدهم وبضاعف العدد في 2. يعني مثلا لو انا عندي هنا 15 عمود بقول ان هما بيكونوا 30، وكل غرزة او كل سطر فيه حشو بيكون واحدة حشو. هنا مثلا لو انت عندك 30 غرزة حشو وعواميد بتضاعف العدد يبقى 60. لو عندك 20 بتقولي يبقى 40، لو عندك 25 تقولي 50. بتضاعفي العدد حسب عدد الغرز بتاعك، بناء عليه هتعملي السلاسل بتاعة البليسيه اللي هنبدأ بيها الكم بتاعنا. نبدأ كده نجيب الخيط بتاعنا. اول حاجة هنعملها هنغير مقاس الابرة لمقاس اقل. انا كنت شغالة بمقاس 4، هبدأ اجيب مقاس 3.5، ده اللي هشتغل بيه السطر او الغرز بتاعتي البليسيه. هبدأ اعمل عقدة بداية وهبدأ اشتغل 9 سلاسل. طبعا عدد السلاسل بتاعك ده بيرجع للسن او العمر اللي انتي اشتغلتيله او بتشتغليله الجاكيت بتاعه. حابة ان انت تزودي سطور البليسيه، حابة ان انت تقلليها حسب العمر اللي انت شغالة للجاكيت. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عندي 9 سلاسل. تمام. بعد كده هلف السلاسل بتاعتي، هشتغل في الحلقة الخلفية، هسيب اول غرزة وهشتغل في اللي بعدها، بس في الحلقة الخلفية هشتغل غرز حشو. ادي 1 2 3 4. كده وصلت لنهاية الغرز. لو عديتهم هلاقيهم 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. الخطوة بعد كده اللي هعملها هرتفع سلسلة، ألف الشغل بتاعي، هشتغل في الحلقة الخلفية اللي عند صبعي دي الخلفية اللي ناحيتي أنا الأمامية.
انا هشتغل في الحلقة الخلفية غرز حشو. بصوا ايدينا خلاص هتمشي في الشغل، هتبقى سهلة. كل سلسلة خلفية هشتغل فوقيها غرزة حشو، وبوصل للنهاية بتاعة السطر بتاعي برتفع سلسلة وارجع الف الشغل تاني واشتغل برضو في الحلقة الخلفية. هفضل ماشية بنفس الطريقة لغاية اما اوصل ل30 سطر، وبعد كده هنبدأ نشتغل تزايد علشان اوصل للعدد المناسب للكم بتاعي اللي احنا اتفقنا هيكون في 40 غرزة. تمام كده، ارتفع سلسلة، الف الشغل بتاعي، اشتغل في الحلقة الخلفية. هفضل ماشية بنفس الطريقة لغاية اما اوصل ل 30 سطر وارجع لكم مرة تانية نشوف الخطوة التانية بتاعة التزايد هتكون ازاي. كده انا خلصت ال30 سطر بتوعي او ال30 غرزة اللي اشتغلتهم بغرزة الحشو. طبعا الخطوة بعد كده اللي هعملها هبدأ اشتغل بالشكل ده فوق الغرز اللي انا اشتغلتها غرز حشو، بس عايزة يكونوا 40 غرزة زي ما اتفقت ان الكم بتاعي هيكون 40 غرزة. يعني هنا هعمل تزايد فوق كل غرزة حشو، هشتغل في واحدة هشتغل فيها غرزة واحدة، وفي يعني حوالي 3 أو 4 هتشتغلي فيهم غرز تزايد، حشو تزايد، علشان يطلع معانا 40 سنتي، 40 غرزة، ونبدأ نبني الكم بتاعنا. هنا انا خلاص خلصت السطر الاخير بتاعي. الخطوة بعد كده اللي هعملها هدخل هنا اعمل حشو، واللي وراها حشو، بعمل غرزة واحدة حشو في كل غرزة حشو انا بتقابلني. اللي وراها هعمل 2 حشو في نفس المكان، ادي 1 2، علشان يطلع معايا السطر ده فيه 40 غرزة زي ما اتفقنا. اللي وراها حشو، اللي وراها 2 حشو، ادي 1 2. هفضل ماشية بنفس الطريقة علشان توتال الغرز بتاعتي يكون 40. هخلص وهرجع لكم تاني نشوف هنقفل السطر بتاعنا ازاي. كده اشتغلت 30 سطر بتوعي تمام الاساسيين هنا، واشتغلت فوقيهم غرز حشو 40 غرزة. عملت تزايد في اي غرزة اعملي تزايد، عملت 5 مرات تزايد في اماكن مختلفة علشان يبدأ الشغل بتاعي يوسع يطلع على واسع. هنعمل ال40 سطر. هنا برضو انا عملت مكان للزرار، حبيت ان الاسورة يكون فيها زرار كده بالشكل ده. طبعا هوريكم ازاي في باقي في المرد، هوريكم ازاي عملنا المكان للزرار بتاعنا. حبيت يكون بالشكل ده بحيث لو في الكم مثلا او الاسورة هتكون ضيقة شوية نقدر نتحكم فيها. وهنا هبدأ ارجع للإبرة بتاعتي رقم 4 اللي كنت شغالة بيها عادي. هبدأ اطلع السطر الجديد، بلف الشغل بتاعي وبعمل في اول غرزة بتقابلني اللي هي غرزة الحشو، بشتغل حشو سلسلة، وده بعتبره اول عمود. الف الخيط على الابرة، وفوق كل غرزة حشو هشتغل العمود بلفة بتاعي لنهاية السطر، وافضل ماشية بنفس الطريقة من غير اي تزايد او تناقص. هفضل مكملة كده زي ما اشتغلنا الظهر بتاع الجاكيت بتاعنا. فوق كل غرزة حشو هشتغل عمود لنهاية السطر، هرتفع سلسلة واقوم لفة الشغل بتاعي واشتغل فوق كل عمود غرزة حشو، واخلص السطر واقوم لفة الشغل بتاعي عاملة
غرزة حشو سلسلة واعتبرهم اول عمود واكمل باقي العواميد، وافضل ماشية على هذا المنوال بتاعي لغاية اما اوصل للطول المناسب بتاع الكم بتاعي، حسب برضو مقاس طول الدراع بتاع الطفل اللي انت بتشتغلي له او السن اللي انت بتشتغلي له. هفضل ماشية بنفس الطريقة، هكمل هعمل الكمين اليمين والشمال وهرجع لكم كده اكون رجعت لكم تاني. طبعا انا خلصت كل الاجزاء بتاعه الجاكيت بتاعي. طبعا خلصت الظهر وخلصت كمان القطعتين اللي هما المرد اللي من قدام عند الصدر، وخلصت كمان الكمام. هبدأ اشبك القطع دي في بعضها علشان يكون شكل جاكيت كامل. طبعا هنبدأ واحدة واحدة. طبعا المقاسات زي ما اتفقنا احنا واخدينها على قطعة اساسية لينا. الخطوة التانية ان هبدأ اعد السطر الاخير ده اشوف فيه كام غرزة، وبناء عليه هعد برضو من الناحية التانية اللي عند الظهر، وهكذا اليمين والشمال اعد عندي كام غرزة هنا وكام غرزة هنا. طبعا لازم يكونوا نفس عدد الغرز لان احنا شغالين نفس المقاس في اليمين وفي الشمال. هنا هبدأ اعمل ايه، هجيب ابرة التنظيف بتاعتي اللي بنضف بيها الشغل بتاعي، ببدأ ادخلها كده في الابرة. طبعا اول حاجة بعملها اجيب الجاكيت بتاعي، بظبط ان الغرزة بتاعتي تكون في الخارج من هنا، تمام، ونفس الحكاية الغرزة من الخارج من هنا، علشان لما اجي اقلب الجاكيت بالشكل ده، اقلب الجاكيت بالشكل ده الاقي ان الغرزة بتاعتي ظاهرة وباينة مفيهاش اي مشكلة. تمام. اول خطوة هعملها هنا، هنجيب بس القطعتين دول هنخليهم على جنب. هبدأ امشي تحت الخيط بتاعي بالشكل ده كده، طبعا من جوه لان انا هنا ده اللي الداخل اللي هيكون متداري. امشي كده تحت الخيط بحيث ما يكونش باين من هنا بالشكل ده كده. تحاولي على قد ما تقدري ما تبينهوش من الناحية التانية، وتثبتي برضو على قد ما تقدري علشان ما يفكش لأي سبب من الأسباب. كده ما بقاش باين اهو من الناحية التانية كده. أبدأ أسحب الخيط بتاعي، ممكن كمان نعمل، طبعا عشان الحتة دي منسلة شوية، ممكن نعمل عقدة صغيرة وتقصي كمان الحتة المنسلة دي بالمقص، بحيث ان ما يبقاش فيه زيادات، وبرضو تبقى ايه مظبوطة كده. عملت العقدة، اجيب المقص بتاعي، تمام كده. الخطوة التانية بعد ما خدت كده غرزة تحت الخيط، اجيب الجاكيت بتاعي القطعة التانية بالشكل ده، ابدأ اسويها مع القطعة التانية كده، وادخل هنا في اول غرزة هتقابلني كده تحت اللفتين اللي هي تحت السلسلة، وتسحبي الخيط بتاعك واحدة واحدة. نعيد عليها مرة تانية. وفوق كل غرزة تشتغلي كده اهي
اللي هي الغرزة اللي هي السبعة دي من هنا ومن هنا كمان، قصاد كل غرزة واحدة تانية الناحية التانية، وتسحبي بالشكل ده وتفضلي مكملة بنفس الطريقة كده. علشان لما تقلبي الشغل تلاقيه قطعة واحدة بالشكل ده. تمام، انا هكمل وهقفل الجنبين، وبعد ما نخلص طبعا التقفيل ده بنعمل سلسلة ارتفاع وبنقص الخيط بتاعنا علشان يكون نضيف، والخيط الزيادة بتمشيه تحت الشغل. انا هكمل وهرجع لكم تاني نبدأ نظبط الكمام كمان نقفلهم مع بعض. انا ثبت الكتاف بتاعة الجاكيت زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام، ثبت الناحيتين، والناحية دي كمان بدأت اركب الكم بتاعي بالشكل ده. طبعا هوريكم الكمام بتركب ازاي. اول حاجة بنعملها ده الوش بتاع الجاكيت بتاعي، بعمل كده، ده الظهر اللي بيكون من جوه، بجيب بالكم بتاعي كده وبخليه برضو على الظهر، يكون كله على الظهر كده. اول حاجة برضو بعملها ببدأ اشوف المركز بتاع الكم بتاعي، تنيته كده بالشكل ده وشفت المركز بتاعه فين، حددته هنا بالماركر بتاعي وهبدأ افرده كده. لازم يكون هنا في الكتف بتاعي، وباقي الغرز تكون بالشكل ده، لازم تكون هنا، وتبدأي تحددي بداية شغلك فين. من هنا نفس الحكاية، نهايتك هتكون فين من الناحية دي. وبنفس الطريقة اللي ثبتنا بيها الاكتاف هنا، ان احنا هنعمل كده ونبدأ نمشي بالخيط بتاعنا كده على الخط بتاعنا. فوق كل غرزة حشو بنشتغل بناخد غرزة، وفوق كل عمود برضو بناخد غرزة، بحيث يطلع معانا الشكل النهائي ده. هعمل الكم ده وهرجع لكم تاني نشوف هنقفل الجوانب كده اللي هي تحت الدراع، والدراع نفسه هنقفله ازاي. هقفل وارجع لكم تاني. كده انا شبكت الكمام في الجاكيت بتاعي وقفلت كمان الجزء ده بقى مقفول معايا. عايزة اقفل الجزء التاني. طبعا انا كده شغالة على ظهر الجاكيت. بتجيبي الجاكيت بالشكل ده او الكم، حابة تبدأي من هنا مفيش مشكلة، حابة تبدأي من هنا مفيش مشكلة. بتضمي الفردتين او الناحيتين على بعض وتبدأي تمشي بنفس الطريقة اللي اتكلمنا فيها. انا هنا بسيب الكم من هنا مفتوح علشان انا عاملة مكان للزرار. هبدأ اقفل من اول هنا وامشي لجوه. طبعا الخطوط اللي هنا او الباط بمعنى اصح لازم يكون الناحيتين متساويين، تخلي بالك منهم. نفس الحكاية الطول بتاعك علشان ما يبقاش حتة قصيرة وحتة طويلة. انا هنا ظبطته. هكمل الناحية دي كمان وهاجي نبدأ نعمل السطور البليسيه بتاعتنا من تحت ومن الجناب كمان علشان نبدأ نفنش الجاكيت بتاعنا. كده انا قفلت الجاكيت بتاعي من كل النواحي بالشكل ده وبقى جاهز معايا. الخطوة التانية اللي المفروض بعملها ببدأ اعمل حوالين الشغل ده كده بليسيه زي الكم بالظبط اللي احنا اشتغلناه، اللي كان 9 سلاسل. وبعد كده اشتغلنا في الحلقة الخلفية وبقوا معانا 8 غرز، وفضلنا ماشيين لغاية الطول المناسب. نفس اللي عملناه في البليسيه هنا هنعمله هنا كمان. طبعا هوريكم ازاي، وهنعمل كمان في المرد ده.
هنجيب الخيط بتاعنا، وكمان رجعنا للإبرة رقم 3.5 علشان غرز البليسيه ما تكونش واسعة قوي. عندي هنا دي الناحية اللي هي المفروض الشمال، هبدأ اجيبها كده علشان امشي حوالين داير لغاية اما اوصل هنا. اول حاجة هعملها، عندي العمود اللي كنت عاملاه اللي هو ال3 سلاسل، هدخل كده في السلسلة رقم 3. تمام، هجيب الخيط بتاعي واطلع بيه من السلسلة. تمام، وامسك بايدي كده خيط البداية وهبدأ اعمل 9 سلاسل، 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام، دول ال9 سلاسل بتوعي، وهلف السلسلة بتاعتي ابدأ اشتغل في الحلقة الخلفية بالشكل ده، غرز حشو. كده بقى معايا 8 غرز. بعد كده السلسلة اللي عليها الدور هنا في الجاكيت بتاعي اهو، دي عمود بلفة هعمل فيها منزلقة. نعملها تاني مع بعض، منزلقة بالشكل ده، واللي وراها كمان منزلقة. تمام، هلف الشغل بتاعي وهسيب غرزتين المنزلقة وهاجي عند السلسلة رقم 1 في الحلقة الخلفية هشتغل غرز حشو. ادي 1 2 3 4 كده وصلت للحلقة الثامنة. ارتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي بالشكل ده، وهكمل شغل برضو في الحلقة الخلفية ومش بشتغل في سلسلة الارتفاع. وهنوصل لنهاية السطر وهنعمل اللي عملناه في المرة اللي فاتت او السطر اللي فات. الغرزتين اللي عليهم الدور اللي هم عواميد بلفة هنشتغل فيهم منزلقة، وهنلف الشغل بتاعنا ونشتغل فوق ال8 سلاسل بتوعنا، مش هنشتغل في المنزلقة، ونبدأ نشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو في الحلقة الخلفية، ونكمل شغلنا بنفس الطريقة لغاية ما نخلص الدوران بتاع الجاكيت بتاعنا بالشكل ده. انا هكمل للنهاية وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل المرد ازاي. وبكده اكون خلصت السطر بتاعي اللي اشتغلته كله عبارة عن بليسيه. كده خلصت الديل او اخر الجاكيت بتاعي. دلوقتي هبدأ اشتغل نفس الفكرة بتاعت سطر البليسيه اللي عملتها في الاكمام واللي عملتها كمان في الديل هنا، هشتغلها
في المرد يمين وشمال علشان يكون الشكل واحد ومظبوط ويديله شكل شيك. طيب قبل ما ابدأ اشتغل السطر بتاعي بتاع البليسيه لازم اكون الاساس بتاعي سطور حشو. هعمل سطر واحد حشو حوالين داير كده للجاكيت بتاعي لغاية اما اوصل هنا. نبدأ مع بعض كده. الف الجاكيت بتاعي دايما بشتغل عكس عقارب الساعة. بجيب كده الخيط بتاعي وادخل في اول غرزة انا بشتغل فيها تحت السلسلتين الامامية والخلفية. الاول هنا بعمل عقدة بداية في الخيط بتاعي، تمام، واخدها كده على الابرة وابدأ اظبطها واعدي عقدة البداية اللي انا عملتها من تحت السلسلتين دول بالشكل ده، تمام. وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو قبل ما اعمل الحشو برضو لازم ارتفع سلسلة واشتغل حشو واخد معايا الخيط تحت الابرة، خيط البداية، علشان اتأكد ان هو هيثبت معايا. لما يثبت هبدأ اقصه وخلاص هنهي الشغل بيه. تحت كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو عادية واخدة خيط البداية معايا. بنشتغل تحت اللفتين مش بنشتغل في لفة واحدة كده. بتشتغلي فوق ال8 سلاسل اللي انت اشتغلتيهم دايما علشان تتأكدي ان العدد بتاعك مظبوط. تقدري تعدي في كل سطر انت شغالة فيه علشان ما تشتغليش كمية كبيرة وتلاقي ان العدد مش مظبوط او النتيجة اللي انت عايزاها مش ظاهرة معاكي. كده انا اشتغلت سطور حشو فوق السطور الحشو اللي انا كنت شغالة بيها. الخطوة بعد كده ايه اللي هعملها؟ هلاقي سطر الحشو اللي انا كنت شغالة بيه هدخل كده تحت السلسلتين وهعمل برضو حشو. هنا عندي السلاسل اللي هي العمود بتاعي كان عبارة عن دايما في الحرف كنت بلاقيه يا اما عمود كامل يا اما بلاقيه غرزة حشو وسلسلة. هنا دي اول واحدة هتقابلني عبارة عن غرزة حشو. بدخل كده تحت السلسلتين كده وبعمل غرزة حشو، بروح على السلسلة اللي وراها وبشتغل كمان حشو. بلاقي سطر الحشو بتاعي اللي انا كنت شغالة فيه اهو، سطر الحشو بتاعي بدخل كده جواه اعمل سطر حشو واكمل بنفس الطريقة لغاية اما اوصل للنهاية هنا وابدأ اقفل السطر بتاعي وارجع لكم تاني نبدأ نشتغل على سطر الحشو بتاعنا ده. خلصت كده، انا خلصت السطر بتاعي اللي اشتغلته عبارة عن غرز حشو في دوران الرقبة او المرد بتاعي اليمين والشمال كله عبارة عن غرز حشو. الخطوة التانية اللي بعملها ببدأ اشتغل فوق كل غرزة من غرز الحشو اللي انا اشتغلتها هشتغل فيها 9 سلاسل. وبعد كده بشتغل في الحلقة الخلفية لكل غرزة بشتغل فيها غرزة حشو وبعمل نفس النظام اللي اشتغلته معاكم من شوية. نبدأ بس اول سطر مع بعض، تمام. انا عقدت العقدة بتاعتي بتاعت البداية ودخلتها كده في الخيط بتاعي.
بعد كده هبدأ اشتغل 9 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كده عندي 9 سلاسل. تمام. بلف الشغل بتاعي، بلاقي لما بمشي صبعي كده بلاقي الحلقة اللي هي الخلفية ببدأ اشتغل فيها غرز حشو. انا هفضل شغالة بنفس الطريقة لغاية اما اوصل هنا، اخلص بس يكون في سوا السطر ده علشان اوريكم هنبدأ نركب الزراير بتاعتنا ازاي. طبعا عدد الزراير بيرجع لحسب انت شايفة الشغل بتاعك هيحتاج كام زرار هنا، وتقدري تظبطيه. عايزة تحطي 5 تحطي 6 تحطي 4 تحطي 3، بس حسب السبعة بتاعتك وحسب الطول بتاع الجاكيت او العمر اللي بتشتغلي له. حاجة كمان، الجاكيت ده بناتي بنبدأ نشتغل العراوي من هنا. لو العمر اللي بتشتغلي له سواء رجالي او اولادي بتعملي العراوي من الناحية الشمال وانت ماشية، بتعمليه بنفس النظام اللي هوريهولك دلوقتي. هبدأ اشتغل قطعة كده يكون في سوا البليسيه دي وهرجع لكم تاني. كده انا مشيت حوالي 3 او 4 سطور. تمام. الخطوة التانية هبدأ اظبط مكان العراوي بتاعتي. هشتغل بنفس الطريقة اللي انا ماشية بيها، بشتغل في الغرز الخلفية، وطبعا الاتنين المنزلقة ما بشتغلش فيهم. ادي 1 2 3. تمام. اشتغلت 3 بس، هرتفع 1 2 3 3 سلاسل، هفوت غرزة والتانية وهشتغل في اخر 3. دي هتبقى العروة بتاعتي بالشكل ده. دي 1 2 3. هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهشتغل برضو في الحلقة الخلفية غرز حشو، وطبعا سلسلة الارتفاع مش بنشتغل فيها. بالشكل ده كده، وبنكمل شغلنا طبيعي خالص لغاية ما نخلص السطور بتاعتنا وتبقى كاملة للناحية التانية كده. وطبعا بيرجع للمقاس بتاع الزرار بتاعك، بتشوفي هو قد ايه. ممكن تكبري عدد السلاسل وممكن تقلليه حسب حجم الزرار بتاعك. انا هكمل للنهاية، وطبعا برضو بتشوفي هتحطي كام زرار في الجاكيت. هكمل للنهاية وهظبط العراوي بتاعتي وارجع لكم تاني نشوف الخطوة الجاية هتكون ايه بالظبط. ورجعت لكم تاني، واخر حاجة كنت نفذتها معاكم كانت الاطار اللي احنا عملناه اللي هو البليسيه اللي هنعمله في الوسطانية في المرد اليمين والشمال. انا عملته بنفس الطريقة ووريتكم كمان ازاي بنعمل العراوي. خلصت العراوي وبدأت اركب بالخيط العادي لون قريب للجاكيت. بدأت ان انا اركب الزراير بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنا في الكم حطيت زرارين بحيث لو دراع الطفل مثلا صغير من هنا نقدر نظبطه يا اما على الدرجة دي يا اما على الدرجة دي، نضيق او نوسع. نفس الحكاية في الكم التاني، عملت نفس الطريقة. وهنا عملت الزراير. طبعا اتفقنا انت بتحطي العدد واللون بتاع الزراير اللي انت تحبيه. طبعا الغرزة دي تقدري تنفذيها بناتي او اولادي او كبار او صغار حسب اللون وحسب المقاس بتاعك. انا كنت شغالة الفيديو بتاعي على قطعة اساسية
العمر اللي انا بشتغله الجاكيت. دي الطريقة اللي نفذتها معاكم. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنقدر ناخد مقاسات ونشتغل بيها بلوفر او جاكيت لعمر مختلف. الخطوة الاخيرة بقى اللي باقية معايا ان انا اعملها معاكم. انا عملت وردات، هوريكم شكلها. الوردات دي هبدأ اركبها على الجاكيت بتاعي. طبعا هي ترند جدا الورد على الجاكيت او الفراولة. طبعا الوردة دي مجسمة، هتلاقوا طريقتها تحت في صندوق الوصف. عامله لكم فيديو كامل ازاي نقدر نعملها، واشتغلنا بإبرة مقاس كام، هتلاقوها تحت في صندوق الوصف، تقدروا ترجعوا لها. انا كده خلصت الوردات بتاعتي، هبدأ اثبتها. انا هنا كنت عامله لها بالشكل ده، هبدأ اثبتها في الجاكيت بتاعي بسهولة، مش هحتاج ابرة وخيط عاديين. هتتثبت بالشكل ده حسب عدد الوردات اللي انت عايزاها تكون في الجاكيت. هركب الوردات وارجع انهي معاكم الفيديو، استنوني. ورجعت لكم تاني كده. انا ركبت الورد بتاعي على الجاكيت. كان عندي فصوص كمان باللون الاسود، حسيت ان هي كده شكلها حلو. طبعا تقدري تشتغلي ورد على الكمام وتقدري ما تشتغليش، نفس التفاصيل هي يعتبر بتاعة الجاكيت، بس الفرق ان احنا اشتغلنا كل قطعة لوحدها وبدأنا نقفله واحدة واحدة. يا رب تكون الفكرة سهلة وبسيطة وعجبتكم. ما تنسوش تتفرجوا على فيديو الوردة، هتلاقوه تحت في صندوق الوصف. يا رب تكون الطريقة عجبتكم. طبعا لو هتنفذوها بنفس الفكرة بتاعتي، يا ريت تحطوا الصورة بتاعت الموديل على صفحة الفيسبوك سارس كروشيه اند كيتشن. ما تنسوش تشجعوني بلايك وكومنت كمان تقولوا لي رأيكم. وتأكدوا كمان ان الجرس متفعل علشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تاخدوا لفة سريعة كده على القناة تتابعوا كل الفيديوهات لو انت بتحبي الكروشيه وعايزة تبدأي من الزيرو. شكرا لكم، واستنوني في فيديو جديد هتلاقوا حاجات احسن واحسن واحسن. وطبعا طول ما انت بتشتغلي بالإبرة هتلاقي الافكار كلها بتجيلك وبتكون مختلفة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وسامحوني لو الفيديو كان طويل. استنوني الفيديو الجاي. باي باي.